لقاءنا اليوم مع الصبر في الإسلام، وهو عبادة عظيمة تعني الثبات عند البلاء والالتزام بالطاعات وتجنب المحرمات طلبا لرضا الله. ينقسم لثلاثة أنواع: طاعة ومعصية وأقدار مؤلمة، ويعد طريقا للفلاح ومعية الله وجزاءه بلا حساب. الأول نتعرف على مفهوم الصبر وحقيقته. في اللغة هو الحبس والمنع، أما شرعا هو تحمل المشاق والثبات أمام المغريات وعدم الهلع عند المصائب والرضا بقضاء الله وقدره. وأنواع الصبر ثلاثة: أولا الصبر على طاعة الله بالاستمرار في العبادات وأدائها رغم الثقل على النفس. ثانيا الصبر على معصية الله، أي كبح النفس ومنعها من الوقوع في المحرمات. ثالثا الصبر على أقدار الله التي فيها ألم بعدم الجزع والتسخط عند المصائب كالمرض والفقد والفقر. وأهمية الصبر وفضله في الإسلام فهي: أولا معية الله الخاصة، قال الله تعالى: إن الله مع الصابرين. ثانيا طريق للفلاح والتمكين، فهو زاد المؤمن في الابتلاء وسبيل العز. ثالثا الجزاء بغير حساب، لأن الصابرون يوفون أجورهم دون حدود. رابعا الصبر من معالم العظمة ودليل على هيمنة النفس وقوتها. ومن نماذج الصبر صبر الأنبياء كإبراهيم عليه السلام على النار، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين. خلاصة القول: الصبر هو عبادة الضراء وعدة المسلم حين الابتلاء، وبه ينال العز والتمكين. اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء والثبات عند الشدة.